بقالك فترة حاسس إن حياتك كلها مشاكل؟ أنا عارف إن أول حاجة بتيجي في دماغك هي إن الدنيا بقت أصعب، أو إن ربنا ابتلاك، أو إن مفيش حاجة بقت تمشي زي ما أنت عايز. طب رأيك لو قلتلك إنك يمكن طول الفترة دي كنت بتتهم السبب الغلط؟ ممكن المشكلة مش إن حياتك مليانة مشاكل، يمكن أنت فاهم مشاعرك غلط. إحنا ساعات بنبقى مقتنعين إن اللي جوانا هو الحقيقة، مع إنه ممكن يكون مجرد تفسير اخترناه. محتاج تقدير فسميته ملل، مرهق فسميته سخط، محترق نفسيا فسميته جحود. شايف الخطورة؟ الفكرة إنك بتعالج المشكلة الغلط لأنك شايفها غلط. مش كل إحساس بالضيق معناه ضعف إيمان، ومش كل فقدان للطاقة معناه إنك ناكر للنعم. وفي نفس الوقت مش معنى إنك تعبان إنك تنسى تشكر ربنا على نعمه. الحكمة إنك تفرق بين الاتنين، لأن المؤمن بيشكر نعم ربنا وفي نفس الوقت بيعترف بتعبه ويدور على سببه ويحاول يعالجه. حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتد عليه أمر دعا ربه واستعان بأصحابه وأخذ بالأسباب. يعني الاعتراف بالتعب مش اعتراض على قضاء الله، إنما هو بداية العلاج. طب تعمل إيه؟ قبل ما تحكم على نفسك اسأل نفسك أنا حاسس بكده ليه؟ وما تصدقش أول تفسير بيجي في دماغك، لأن ساعات جسمك وعقلك بيكونوا محتاجين راحة مش جلد ذات. افتكر مش كل مشكلة في حياتك بتكون براك، وساعات أكبر مشكلة هي إنك فسرت مشاعرك غلط. افهم نفسك الأول قبل ما تحاكمها.